رمية جانبية لمنتخب الإمارات العربية المتحدة. البحث عن الفوز في مباراة اليوم، مواصلة مشوارهم بنجاح في البطولة، استعادة بعض المصابين بعد ذلك. كرة تعود، محاولة باتجاه خلفان، تسديدة لكن الدفاع يتدخل ثم يستعيدها أسود الرافدين. انطلاق على جهة اليسار من جانب مهند عبد الرحيم، النقبي يتدخل يحافظ على كرته، يستخلصها بمهارة، يمررها بعد ذلك محاولة على جهة اليمين، مرور جميل، انطلاق لعكبري، عرضية خطيرة وكرة جول. هدف للإمارات. نعم يوسف سعيد خطفها، يوسف سعيد وضعها في الشباك لكي تفوز الإمارات. يوم للأبيض على ما يبدو. شوفها مرة أخرى، الله على عكبري. عكبري بعد ذلك لمسة رائعة 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 من جانب المهاجم يوسف سعيد، غمزها بقدمه من أجل أن يكون يوم للإمارات، غمزها بقدمه. أوه المدافع اللي لمسها. المدافع يحسب لك يوسف أنك تحركت بشكل رائع، يحسب لك على أنك كنت في المكان الخطأ ولمست الكرة الخطأ في الوقت الخطأ، وفي يوم ينتظرون منه العراق كلهم أن يكون يوما لأسود الرافدين. هدف أول للإمارات، المنتخب الإماراتي. منصور يا أبيض، هكذا كانوا يرددون، هكذا دائما ما يتحدثون. الدفاع العراقي يتدخل، نقبي مرة أخرى، أقل من ربع ساعة متبقية. الأبيض يتجلب، الأبيض يظهر بشكل رائع في الدقائق الماضية. الأبيض الإماراتي يبدو قريبا من نصف النهائي. الكرة طويلة إلى الأمام، محاولة خاطئة وكرة يا إلهي. علي حصري عاد من بعيد، عاد الثعلب، عاد لأسود الرافدين. شوفها يا إلهي على هذه هدية، يا رجل يا رجل يا رجل. شوفها مرة أخرى، ماذا فعلت يا محمد السرور؟ هدية إماراتية للعراق من أجل أن يعودوا، هدية إماراتية من محمد السرور من أجل أن يسجل علي حصري الثعلب، اللي دائما ما كان يتحرك بشكل رائع، دائما ما كان خطيرا جدا للمنتخب العراقي. هدف يسجل علي حصري، ليس ثعلب لأنه يمثل أسود الرافد. أي إصابة ستكون مزعجة جدا وسيكون هنالك نقص عددي. علي فائز يلعب كرة طويلة للأمام، يبعدها الدفاع بعد ذلك. لا زالت عراقية، عودة من جانب يوسف سعيد خطيرة للعراق وكرة هدف عراقي لمهند عبد الرحيم. لم يكن بشباك الإمارات رحيم. هدف في توقيت صعب في المباراة، الهدف العراقي. شوفها مرة أخرى، الكرة من جانب عطوان، وبعد ذلك لم يكن هنالك تسلل، غفلة من المدافعين. وينهم دفاع الإمارات؟ وينهم دفاع الإمارات في لقطة كانت سهلة جدا للمهاجم مهند عبد الرحيم الذي يسجل هدفا في المرمى الإماراتي. الأبيض تقدم بهدف، ولكن أسود الرافدين عادوا وتعادلوا، وبعد ذلك يتقدمون بهدف ثاني، يقتربون أكثر من نصف النهائي. قبل إطلاق الصافرة وقبل نهاية أحداث هذه المباراة، الكرة للأمام لكنها بدون تركيز، بعيدة عن المنتخب العراقي. مرتدة سريعة ممتازة من جانب حصري، حصل على الكرة، وهذا مهند، عدى مهند، مر مهند، خطيرة للعراق. حصري مور، خلصوها العراقيين، أكدوها إلى نصف النهاية. أسود الرافدين، هدف الحسم لأيمن حسين،
الكل كان ينتظر لحظة أخيرة وجاءت اللقطة الحاسمة، لقطة تأكيد الوصول العراقي إلى نصف النهائي. مبروك لأسود الرافدين، مبروك للمنتخب العراقي، هذا الفوز الكبير المستحق المثير أمام منتخب رائع، أمام منتخب جميل عانى من الإصابات وعانى من ضياع الفرص وعانى من سوء الحظ والطالع على العراق في الأخير تصل إلى نصف النهائي. قطر أمام كوريا الجنوبية، اليابان ضد المنتخب العراقي. شكرا على هذه الروح اللي كنتم عليها، شكرا على هذا الأداء اللي قدمتموه، ولا تحزنوا على شيء فقد قدمتم الكثير للإمارات، وعليكم انتظار مستقبل مشرق لكرة الإمارات. لاعبي المنتخب الإماراتي حسرة بالتأكيد على محمد السرور الذي تسبب في هدف التعادل للمنتخب العراقي الذي مهد الطريق بعد ذلك نحو الفوز إلى فوز ثمين أو الوصول إلى فوز ثمين مستحق للمنتخب العراقي ب3 أهداف مقابل هدف واحد للأبيض الإماراتي. سيداتي وسادتي، هكذا اكتمل الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة. المنتخب العنابي قطر ستواجه كوريا الجنوبية في ملعب جاسم بن حمد في نادي السد، وأسود الرافدين سيقابلون منتخب اليابان في ملعب عبد الله بن خليفة في نادي الخوية. الطريق إلى ريو في انتظار تألق المنتخبين القطري والعراقي في نصف النهائي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.